السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عشاق أسود الأطلس أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم. إذا رسميا المغرب تأهل كثاني المجموعة الثالثة ب7 نقاط، ولكن بفارق الأهداف عن البرازيل. على الطرف المقابل، الخصم المقبل للأسود هولندا أنهت المجموعة السادسة، هي الأخرى متصدرة ب7 نقاط أمام اليابان التي احتلت المرتبة الثانية. المقابلة مباراة دور سدس عشر نهائي المونديال بين طواحين هولندا وأسود الأطلس ستجرى صبيحة الثلاثاء المقبل بداية من الساعة 2 صباحا بالتوقيت المغربي، والمباراة ستلعب بملعب مدينة مونتيري المكسيكية. تاريخيا تلاقينا مع هولندا في المونديال مرة واحدة في مونديال أمريكا سنة 1994، وهولندا انتصرت في ديك المقابلة بهدفين مقابل هدف واحد. دابا واش نقولوا، جاء وقت الثأر ولا غيتكرر نفس السيناريو؟ غادي نحللوا هذه المقابلة نقطة بنقطة. إذن غنبداو بنقاط قوة الطواحين اللي خصنا ناخذ منها الحيطة والحذر. فمن بين نقاط القوة ديال هولندا فهي الكرات الثابتة، بحيث هولندا قوية بزاف في الركنيات وفي ضربات الأخطاء المباشرة. عندهم في الركنيات المدافع طويل فان دايك، وكذلك المدافع اللي كيلعب في الجنب ديالو فان هيك، فكيدخلوا البوكس و كيضربوا بالراس مزيان وكيطلعوا مزيان، واي خطا على مشارف 18 فكيشكلوا به خطوره كبيره على مرمى المنافس. ونفس الشيء بالنسبه للركنيات، كاين ايضا خاكبو حتى هو كيدخل المعترك وكيضرب بالراس مزيان. ايضا من نقاط قوه هولندا هو اللعب على الاجنحه، بحيث عندهم اظهره هجوميه قويه. في الجهه اليمنى دامفريس، وفي الجهه اليسرى اكي. هادو ظهيرين كيطلعوا بزاف وكيشكلوا الخطوره. كذلك فالاجنحه عندهم سراع، والكرات الارضيه والعاليه كيشكلوا بها الخطوره في كثير من الاحيان على مرمى المنافس. ايضا هولندا كيف ما كنعرفوها فهي معروفه بالكره الشامله، توتال فوتبول، من خلال دائما كيلعبوا على تحريك الكره، كيدوروا الكره، كيتبادلوا المراكز بيناتهم. كل واحد ماشي بالضروره يلتزم بالمركز اللي كيلعب فيه، كيحاولوا يسيطروا وياخذوا الكره ويحتفظوا بها ويحرموا المنافس منها. فإلا خليتيهم يلعبوا مرتاحين فاكيد غادي يعذبوك وينتصروا عليك. وايضا من نقاط القوه اللي عندهم هما وما عندناش حنايا هي الفعاليه قدام المرمى. عندهم مهاجمين ثلاثي هجومي خطير وخطير جدا بقيادة خاكبو ومالين. إلا وصلت لهم الكرة فأكيد أنهم كيسجلوا. أما نقط الضعف ديالهم فهي الكرة الهولندية في المونديال كيلعبوا كرة ثقيلة، ماشي كرة سريعة وماشي كرة مباشرة بحال الدوري الهولندي عندهم، بحيث كيبنيو اللاعب من الخلف بشكل كبير، وإلا ضغطتي عليهم ضغط عالي وقطعتي عليهم الايقاع فكيتنرفزوا وما كيعرفوا ما يديروا. والدفاع ديالهم حتى هو ثقيل، وإلا تعرض للمرتدات السريعه اكيد انه كيعاني وكتشكل الخطوره عليه. علاش المغرب يقدر يعذب هولندا ويفوز؟ هنا غادي نبداو شنو خص المنتخب الوطني يدير. فالتنظيم الدفاعي المنتخب المغربي اكيد عنده دفاع قوي ودفاع متماسك بقيادة شادي رياض وعيسى ديوب، وفي الأظهرة أشرف حكيمي ونصير مزراوي. فهادو أكيد على أنهم غادي يراقبوا أكثر فأكثر المهاجمين ديال هولندا، وخصوصا في الكرات الثابتة اللي كتخصها واحد الرقابة لصيقة على فان دايك والزميل ديالو فان هيك. ايضا الاجنحه ديالنا فهي كتعتبر سلاح. عندنا
حكيمي، وفي الامام ديالو ابراهيم دياز، كذلك في الجهه اليسرى مزراوي، وفي الامام ديالو بلال خنوس. فالسرعه في المرتدات كتعتبر هي الكابوس ديال منتخب هولندا، وكيخليو المساحات وراء الظهير ديالهم، سواء الظهير الايمن دامفريس او الظهير الايسر اكي، فكيعطيوك فرصه انك تسجل. ولذلك خاص استغلال الفرص كل ما امكن ذلك. المنتخب المغربي الفعاليه ديالو هي اللي كيفتقد، فخاصو يسترجعها ضد هولندا. فضد هولندا راه ما غاديش يجيوك فرص كثيره وكثيره كيف ما كان الامر في المباريات السابقه، ولذلك الا جاتك فرصه او جوج او ثلاثه فضروري خاصك تسجل منها، والاكثر من ذلك تبحث تسجل من نصف فرصه. ولذلك الامر كيطلب التركيز ثم التركيز امام المرمى ديال المنافس. ايضا الحراره والروح والجرينتا. هولندا كتلعب كره والمغرب كذلك كيلعب كره، هما اكيد غيدخلوا بالحراره والحماس، والمغرب خصو يستلهم ايضا الحراره والحماس. ناخذ مثال مثلا من ماتش اسبانيا في ثمن نهائي مونديال قطر، واكيد الا دخلوا بالحماس او كيف ما دخلوا امام منتخب البرازيل في هذا المونديال، فاكيد هولندا غيدخلهم الشك وغادي يتخلعوا وغادي يتزعزعوا نسبيا. المدرب محمد وهبي فهو كيعرف الكره الهولنديه مزيان، وعارف كيفاش يلعب ضد الخطه اللي كتلعب بها هولندا، اللي هي الخطه الكلاسيكيه 4-3-3. متوقع انه باش يلعب بواحد البلوك متوسط زائد واحد الضغط عالي في بعض الاحيان، ويعتمد على المرتدات السريعه على الاطراف. ومن نقاط قوه المنتخب المغربي اللي ممكن تنفعوا في هذه المقابله فهو البلوك الدفاعي المنظم كيف ما قلنا، المرتدات الهجوميه السريعه، الكرات الثابته الهجوميه ايضا ياسين بونو ممكن ينفعنا كثير وكثير وكثير ضد الهجومات ديال منتخب الطواحين الى غير ذلك. اما نقاط الضعف اللي خاص نعالجوها وبشكل سريع فهي التركيز في الكرات الثابته. هولندا غادي تحاول تلعب كثير من الركنيات، واي ركنيه لعبتها فراه كتشكل بها الخطوره وممكن تماركي منها. ايضا البناء من الخلف تحت الضغط، فإلا غلطنا في الخروج بالكره فالمهاجمين ديال هولندا ما غاديش يرحمونا. ايضا البطاقه الصفراء، فالضغط ديال هولندا كيجيب الاخطاء وممكن نتصيدوا في البطاقات الصفراء، ولهذا خصنا نلعبوا بشكل ذكي وما نخسروش لاعبين المباراه المواليه في حاله ما اذا تاهلنا. المنتخب المغربي الى تاهل من المقابله ديال هولندا في الطريق في الدور الموالي في دور الثمن دور 16، فغادي نلعبوا مع الفائز من مباراة كندا وجنوب افريقيا، اللي كيبان ماتش متوازن، ولكن المغرب مرشح على الورق باش ينتصر على الفريقين معا اللي كان فيهم في حالة ما اذا تمكن من التأهل امام هولندا. وفي دور الربع هنا القنبلة، فغادي تكون فرنسا ولا المانيا كينتظروا الفائز من المسار ديال المنتخب المغربي. يعني المغرب لا تأهل ففي الربع غيواجه فرنسا او المانيا، يعني من هولندا لدور الثمانية فغادي تلعب ضد بطل العالم السابق او الماكينات الالمانيه. بمعنى الماتش ديال هولندا فهو مفتاح الحلم، الى ربحتيه راه الحلم غادي يزيد يكبر وممكن تمشي بعيد في هذا المونديال. الخلاصه منتخب هولندا منتخب كبير ولكن ماشي مستحيل. المفتاح كاين عند وهبي، يسد في الكرات الثابته، يضرب في المرتدات، يستغل كل فرصه. المغرب ديال 2026 ماشي هو المغرب ديال 1994 اللي كانت النتيجه اللي هم بهدفين مقابل هدف واحد. في 2026 ان شاء الله نتمنوها تكون لينا ونتمناو نتاهلوا ان شاء الله. شخصيا كنتوقع واحد الماتش اللي غيكون مقفل، غتكون فيه النتيجه ديال 1-0 او لا هدفين مقابل هدف واحد، والتفاصيل الصغيره هي اللي غادي تحسم النتيجه ديال المقابله. السؤال دابا ليكم، شنو التوقع
ديالكم لنتيجة هذه المقابلة. شنو الخطة اللي باغيين يلعب بها وهبي؟ واش بلوك دفاعي متأخر 100% ولا ضغط عالي من البداية؟ وكتبوا لنا ايضا التوقع ديالكم كيف ما قلنا في التعاليق لهذه المقابلة. شكرا لكم على حسن المتابعة.